السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. ما تيجوا النهارده نعمل طبق من اطباق العيد، اطباق اللحوم بتاعه العيد. طبق سهل جدا ولذيذ وان شاء الله مش مكلف. هنعمل المزاليكا. المزاليكا بتتعمل يا اما بالكبده لوحدها يا اما بنعمل جنبها حاجات زي الكبد والكلاوي، وساعات بنحط قطعه لحمه، وساعات ممكن نحط سجق، وممكن تتعمل بالكبده فقط. النهارده هعملها بالكبده والكلاوي. اكله لذيذه جدا 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 وما خدتش وقت والله. تمام تمام. يلا احفظوا الوصفة ان شاء الله واحفظوا الفيديو عشان ان شاء الله تطبقوها اول يوم العيد او تاني يوم ايا كان في اجازة العيد. اجازة العيد طويلة، كل سنة وانتم طيبين. شايفين الجمال؟ مش قادرة اوصف لكم حلاوتها كانت عاملة ازاي، والله العظيم ما خدتش وقت. انا جيت من بره ولقيت جوزي الصراحة ساعدني في تقطيعها، ونقع الكلاوي في خل ما شاء الله عليه. فانا جيت كملت الوجبة وما شاء الله ما خدتش وقت. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ، إذا عجبتكم الوصفة إن شاء الله ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو لذيذ كده زيكم. يلا بينا نبدأ. أنا المرة دي هعملها باللية، ممكن تعملوها باللية وزيت أو زيت فقط أو سمنة بلدي اللي يعجبكم. هعملها باللية. سخنت طاسة وحطيت قطعة من اللية فيها، وهسيب اللية تسيح خالص وتدي لون حلو. دي الكلاوي بعد ما اللية ساحت كده. دي الكلاوي جوزي زي ما قلت لكم نقعها في الخل، شطفتها من الخل وحطيتها واديتها صدمه على البوتاجاز مع الليه. تمام. هرفعها واسيب الليه برضو زي ما هي. دي الكبده بقى قطعها برضو مكعبات، قطعها مكعبات شرايح اللي يعجبكم. هنقلب في الكبده كده مع الليه ان شاء الله. شايفين الليه نزل الصوص ازاي؟ تحفه والله العظيم، مش تقيله خالص. الليه من الحاجات اللي بتتحط على اللحوم. مش اي اكله تليق عليها الليه. هي اللحوم، الكبده، اللهم صل على رسول الكفته. تمام كده. انا الكبده شبه استوت وخدت لون حلو. ارفعها بقى من على البوتاجاز هي والليه، لان لسه هيكملوا سواهم مع مع الخضار. انا قطعت خضار، ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. قطعت فلفل الوان وقطعت بصل. اول حاجه هنزل في الطاسه بالبصل، مقطعه جوانح زي ما انتم شايفين. هقلب في البصل لحد ما يدبل، وبعد ما يدبل هحط له 3 4 فصوص من الثوم او مكعب توم زي اللي انا من اللي انا مفرزاه في التلاجة. توم اهو. ابتدي بقى اقلب البصل والثوم لحد ما ريحتهم تظهر ويندمجوا مع بعض. ما شاء الله في الوقت ده الريحه كانت تحفه والله العظيم. بعد كده هنزل بالكبده والكلاوي بتاعتنا. تمام. نقلب تقلبتين فيهم كده عشان كله يختلط مع بعضه. وبعد كده هنزل بالفلفل بتاعي، احمر واصفر واخضر. ولو عايزين تحطوا فلفل سبايسي حطوا. انا حطيت ثمرتين فلفل سبايسي، الصراحه ادوها طعم حلو قوي. بهاراتنا بقى عباره عن شويه كزبره ناشفه، شويه كمون، تمام، شويه فلفل اسود طبعا ما ننساش الفلفل والملح طبعا. ده هنا ده طعم حلو قوي. كباب الصيني او البهار الحلو، نص معلقه صغيره كده من البهار الحلو، ده طعم تحفه. وطبعا ما ننساش الملح بتاعنا. ونبتدي بقى نقلب الخليط ده كله مع بعضه. انا مش عايزه الفلفل يتهري او يختفي، انا عايزاه يبقى يستوي بس، يبقى فيه قرشه كده، فيه مضغه كده. تمام. ابتدي اقلب فيهم كده لحد ما احس ان كل حاجه استوت. واخر حاجه هنزل بيها هي الطماطم. هحط الطماطم، مش عايزه الطماطم تدبل برضو، عايزاها تبقى حيه. اخر حاجه هنزل بيها الطماطم. الوجبه ما شاء الله ما خدتش وقت، وادتنا كميه كبيره ما شاء الله. الخضار كتر الكميه، والالوان تحفه، والطعم والريحه. نفسي تبقوا معايا عشان تكونوا تدوقوها وتشموا ريحتها، مش عشان انا اللي عاملاها. اخر حاجه بقى نحطها بعد الطماطم ليمون، عصره ليمونه او نص ليمونه اللي يعجب. كده الاكله بتاعتنا استوت. هناكلها بعيش طبعا، واللي حابب ياكلها جنب رز اللي يعجبه. تمام. ابتدي بقى احطها في طبق السيرفيس كده او اطباق صغيره حسب ما تحبوا تقدموا. شايفين جميله ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله تحفه. جهزوا بقى العيش المحمص بتاعكم وتعالوا ورايا يلا. اديها كده رشه من البقدونس. ايه رايكم في الجمال ده؟ ما شاء الله تحفه. جربوها ان شاء الله وان شاء الله تعجبكم. واذا عجبتكم الفيديو تعالوا ندوقها الاول. شايفين المنظر؟ والله العظيم جميله جميله جدا.
جربوها وان شاء الله تعجبكم. واذا عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.